السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هعمل فراخ وملوخية وبامية، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنا جبت الفرخة غسلتها غسلة كويسة ونقعتها بمية بملح بليمون لمدة ربع ساعة. بعد كده حطيت مية تغلي، شطفت الفرخة شطفة كويسة، نزلت كده بالفراخ وبصلاية وشوية ملح. هسيبها بقى تغلي على نار عالية غلوتين 3 كده، بعد كده هدي عليها النار. لما بنهدي النار على اللحمة او الطيور دي بتفرق في الطعم، بتبقى افضل. والبنات اللي لسه بتتعلم لازم اي فراخ او اي لحوم بنسويها غطا الحله لازم يكون مهوي كده، عشان لو غطيتيها كويس اول غلوه الفراخ هتغليها او اللحمه هتلاقي الشوربه فارت على البوتاجاز وبهدلتلك الدنيا. في الاول تخلي الغطا كده مهوي لحد ما تغلي غلوتين، ولما تهدي عليها النار ممكن تغطي الغطا كويس. هنا بقى بقلي للباميه، قطعت بصلايه ومعلقتين زبده. حطي زبده او سمنه زي ما تحبي براحتك، تاخد لون حلو بقى كده. وهنزل بالطماطم، انا مش عامله باميه كتير، نص كيلو بس. وهضيف بقى على الطماطم شويه ملح وشويه فلفل اسمر. هنا بقى خلاص كده اتسبكت. هنا بقى هعمل الرز، حطيت زيت وهنزل بالشعريه. لازم كميه الشعريه تبقى حلوه كده على قد الرز عشان بتديله نكهه حلوه وطعم حلو. افضل ما يعني كده افضل ما تحطي حبه صغيرين على الرز، بيبقى الرز فاتح ومش بيبقى حلو، يعني زي ما الشعريه بتبقى كميتها حلوه على قد الرز. هنا بقى حطيت شويه ملح ونشوح كده الرز برضو وريحته بتطلع جميله ما شاء الله. هنا تشرب غيله بقى، غيله لحد ما تشرب الميه، ههدي بقى عليه النار. هنا بقى كنت مقطفه الملوخيه وغسلاها تتصفى، وغسله الباميه بالواحده. برضو سايباها تتصفى كده. بقى بقمع الباميه، بقمعها بقى كده بالطريقه دي كده، وبغزها كده بالسكينه من فوق عشان تتسبك وتبقى طعمها حلو. ما شاء الله كانت جميله. وعامله نص كيلو باميه بس، مش عامله كتير. ما شاء الله كانت اكله جميله. يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وتقولوا لي دعوه حلوه. وادعوا لنفسكم كتير بالخير يا رب والسعاده. هنا بقى كنت قمحت الباميه ومقطعه فلفل حامي على توم، فلفل حامي على بارد على توم. هنا بقى التسبيكه اخدت شويه، يعني نقصت التسبيكه علشان ما ينفعش احط الخضار على التسبيكه كتير، يعني الصلصه تبقى كتير فالخضار هيبقى مزز ومش هيبقى طعمه حلو. لا، ننقص الصلصه لو احنا ملاحظين ان الصلصه كتير ننقصها، ولما الخضار يحتاج نضيف له. انا هنا هلاقيها محتاجه معلقه صلصه هحط لها. افضل ما نحط بقى الخضار على طماطم كتير هيبقى مزز وطعمه مش حلو، ساعتها مش هنعرف نصلحه. لكن لما نحط كده وكل ما يحتاج نحط له يبقى افضل. الطريقه دي يعني البنات اللي لسه بتتعلم. هنا بقى هزود الباميه شوربه. وانا برضو بحط الباميه لو ما خدتوش بالكم حطيت معاها الفلفل والثوم، ما شاء الله بيخلي طعمها حلو قوي. هنا بقى هخرط الملوخيه، بقطعها كده بالسكينه الاول عشان اسهلها، يعني في التخريط ما تاخدش وقت معايا كتير. ما شاء الله كان طعمها جميل. احلى ملوخيه بقى تاكليها بالمخرطه. انا ما بحبش اعملها ولا بكبه ولا في خلاط. انا من زمان جربتها مره في الخلاط والله رميتها، اللون بتاعها اتغير والطعم كمان، يعني قلت مش مشكله اللون اتغير عادي. لما عملتها بقى وجينا ناكلها لقيت طعمها ما عجبناش خالص والله اترمت. فبالنسبه لي احسن طريقه لعمل الملوخيه المخرطه. انا لما جربتها قبل كده ما كانتش في كبه، كانت في الخلاط، فمش عارفه بقى الكبه نظامها ايه. انا عندي برضو كبه بس ما فكرتش ان انا اجرب تاني. هو احلى ملوخيه تاكليها بالمخرطه. بخرطها بقى كده لحد ما تنعم معايا، حسب ما انتي حابه بقى، ناعمه قوي متوسطه. ما شاء الله كانت اكله جميله واحلى، يعني احلى خضار بحبه الفريش، ما بحبش اي خضار مجمد. بحب الخضار اللي بعمله يكون فريش كده وحلو. هنا بقى الباميه كانت استوت خلاص. هنا بقى حطيت شويه شوربه للملوخيه. برضو البنات اللي لسه بتتعلم لما تيجي تعملي ملوخيه حطي شويه شوربه صغيرين وانزلي بالملوخيه. لقيتي الملوخيه تقيله معاكي زياده عن اللزوم هتزوديها شوربه هتصلحيها يبقى عادي. لكن لو حطيتي شوربه كتير والملوخيه بقت خفيفه خالص مش هتعرفي تصلحيها. فالافضل نحط شويه شوربه صغيرين، بعد كده تنزلي بالملوخيه وبعد كده تظبطيها. احتاجت شوربه حطيت لها، ما احتاجتش خلاص.
هنا بقى قطعت توم على معلقه زبده. ما شاء الله كانت الملوخيه طعمها تحفه. في ناس بقى بتحط كزبره ناشفه في التقليه دي، انا قبل كده يعني ساعات بعملها بالكزبره وساعات بعملها من غير كزبره ناشفه. في الحالتين ما شاء الله بيبقى طعمها حلو. هنا بقى كنت خلصت الاكل خلاص، ما شاء الله كان جميل. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم كده، وبتمنى كل اللي بيشوف الفيديو يصلي على النبي كتير كتير، هتدوني ثواب وانتوا كمان هتاخدوا ثواب. وادعوا دايما لنفسكم بالستر والصحه، واي حد بيتمنى اي حاجه يطلبها من ربنا ما يطلبهاش من حد، ودايما يقول لربنا يا رب لو فيها خير ليا حققها لي، لو فيها شر ابعدها. دايما اختيار ربنا لينا بيبقى افضل واحسن بكتير. وبتمنى لكم السعاده والخير يا رب، وبحبكم في الله كتير. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.